بيبدأ فيلمنا في مصر سنة 391 قبل الميلاد مع مدرسة اسمها هيباتيا اللي بتدي درس للطلاب بتوعها في مكتبة الإسكندرية. وبتبدأ هيباتيا تشرح لهم حاجات عن الجاذبية وإزاي الجسم ممكن يتشد لتحت، وبيكون معاها المساعد بتاعها ديفوز. هو بنعرف إن ديفوز معجب بيها جدا وبذكائها، وبعد ما بتخلص المحاضرة بيتمشى ديفوز في المكتبة، فبيشوف هيباتيا واقفة مع واحد من الطلاب اسمه أوريس، وبيكون أوريس دوت ابن واحد من الملوك. بس هيباتيا مش مهتمة بيه خالص وبتقول إنه مجرد ولد صغير. المهم بقى في مدينة أجورا بيكون في راجل عجوز اسمه سيون بيشوف خناقة بين اتنين رجالة، وبيتضايق جدا بسبب الخناقات الكتيرة قوي اللي عمالة بتحصل في المدينة، فبيرجع عشان يتكلم مع المساعدين بتوعه وبيحذرهم انهم يتخانقوا مع اي حد. فبيقول ان مصر فيها كل الاديان والاشكال، وده اللي بيخلي فيه اختلاف كبير جدا بين الناس، عشان كده لازم يتحدوا كلهم ويخلوا بالهم من مصر، وكمان يطوروها عشان تفضل منارة العلم في العالم كله، لان الطلاب بيجوا من كل حتة في العالم عشان يتعلموا في مكتبة الاسكندرية. وبيكون سيون وقتها متضايق من واحد من المساعدين اللي هو ديفوز، فبيقرر يعاقبه وبيفضل يضربه بالكرباج. في اخر اليوم بقى بتروح هيباتيا وبتتكلم مع ديفوز وبتعتذر له جدا عن اللي عمله معاه ابوها سيون، وبتكون هيباتيا معجبه جدا بذكاء ديفوز، وبتشوف في الاوضه عنده مجسم لكوكب الارض، فبتعرضه تاني يوم على الطلبه في المحاضره. فبيقول ديفوز ان العالم بطليموس اكتشف ان كوكب الارض حواليه 4 كواكب تانيين وكلهم بيلفوا في حركات دائريه حوالين الشمس، فبتسقف له هيباتيا وبتكون مبسوطه جدا انه بيدرس جنب شغله معاها. في تاني يوم بقى بيروح ديفيز وبيقابل شخص اسمه امونيوس، فبيروح معاه للكنيسة، وهناك بيكون في عدد كبير قوي من الفقراء، فبيوزع عليهم ديفيز كل الاكل اللي معاه، وبيكون مبسوط جدا انه بيساعد الناس الفقيرة. بعدها بيتفرج على المسرحية وبتكون هيباتيا هي كمان هناك، وبعد ما بتخلص المسرحية بيجي الدور على اوريس عشان يعزف المزيكا بتاعته. فبيقول ان هيباتيا المدرسة بتاعته هي اول واحدة قالت له يركز على المزيكا، وبيقول كمان انه بيحبها جدا وبيتمنى ان هي كمان تكون بتحبه، فبيهديها آلة العزف بتاعته هدية. في اخر اليوم بقى بيتكلم ابوها العجوز سيون مع واحد صاحبه، وبيقول انه رافض يجوزها لأوريس، فبيحكي ان بنته دي تبقى اشطر فيلسوفة ومدرسة في تاريخ مصر، وانه عاوز اسمها ده يتذكر في التاريخ كله على انها عالمة. اما بقى لو اتجوزت أوريس الالاتي دوت هتكون بتضيع مستقبلها، وكمان مش هتقدر تكمل تعليم مع الطلبة اللي بيسافروا لمصر من كل مكان عشانها. المهم بيسمعهم ديفيز وبيكون متضايق جدا لانه بيحب هيباتيا جدا ونفسه يكمل حياته معاها. في تاني يوم بقى بيقرر الكاهن اولمبيوس انه هيحارب مجموعه من المتطرفين لانهم بيهاجموا الملك، فبتحاول هيباتيا تمنعه وبتقول له ان ارض مصر تبقى ارض سلام وعمرها ما كانت ارض للحرب، لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيأمر كل الطلبه انهم يحاربوا لحد اخر نفس. وفعلا بتدور معركه ما بين الفريقين، وبيقدر الطلاب انهم يخلصوا على عدد كبير جدا منهم، واللي بيفضل عايش من الطلبه بيرجع للمكتبه مره تانية. بنشوف بقى سيون وهو راجع مصاب من الحرب، وبيقول ان المساعد بتاعه هو اللي طعنه وكان عاوز يخلص عليه. المهم ساعتها بيوصل الفريق التاني وبيكونوا متعصبين جدا، وبتفضل المعركة بين الفريقين شغالة لحد ما بيقرر الكاهن أولمبيوس إن يقفل باب المكتبة عشان يحمي نفسه هو والطلبة. وبيكتشف الكاهن أولمبيوس إن أتباع أمونيوس كتير جدا ومحاصرين المكتبة من كل مكان. في آخر اليوم بقى بتكون هيباتيا حزينة جدا بسبب أبوها، وبتفضل تعالجه من الجروح الكتير اللي في جسمه، ومن بعدها بتروح عشان تنام. بيفضل بقى ديفوز قاعد جنبها عشان يخلي باله منها لحد ما بينعس وبينام هو كمان. في تاني يوم بقى بيفضل الطلبة محبوسين في المكتبة لأن أمونيوس ورجالته محاصرينهم من بره، وبيعرف الكاهن إن الأكل اللي في المكتبة قليل جدا وكلها كام يوم وللأسف هيحتاجوا الأكل تاني. فبتروح هيباتيا عشان تطمن على أبوها، وبتلاحظ إن حالته بدأت تبقى أحسن من الأول. بعد كام يوم بقى بيجي الحاكم فلافيو وبيقول إنه هيفك الحصار عن المكتبة، بس بشرط إن الطلبة يروحوا يعيشوا في أي مكان تاني في مصر. فبيجمع سيون وبنته كل الكتب المهمة لأنهم هيسيبوا المكتبة وهيهربوا هم كمان. وفعلا بيهرب كل الطلبة من الباب الخلفي للمكتبة، وبيدخل رجالة أمونيوس للمكتبة وبيدمروا حاجات كتير جدا فيها، وبينضم ليهم ديفيز بعد ما قرر انه يسيب الشغل مع هيباتيا وهيكمل حياته في المكتبة. وبتهرب هيباتيا هي كمان مع باقي الطلبة، وده عشان يشوفوا أي مكان جديد يعيشوا فيه. وبيدمر مساعدين أمونيوس كل التماثيل اللي بيقابلوها في طريقهم، وبيدمروا كمان كل الكتب بتاعت هيباتيا. وبنشوف ديفوز وهو بيساعدهم في المهمة ديت، وبيكون مبسوط انه اخيرا بيتعامل كأنه انسان زيهم بعد ما كان بيتعامل في المكتبة طول عمره على انه عبد. في اخر اليوم بقى بتكون هيباتيا حزينة جدا لان مساعدها ديفوز اتخلى عنها وما هربش معاها، لحد ما فجأة بيسمع صوت جاي من ناحيتها، فبتكتشف ان ده يبقى ديفوز، وبيطلب منها ديفوز تخلص عليه، لكنها بترفض وبتقول له ان هو حر.
حر، ويقدر بقى يكمل حياته بعيد عنها وهي هتسيبه في حاله. المهم بتعدي السنين وبتفضل مصر اهم دولة في العالم، وبترجع مكتبة الاسكندرية زي ما كانت، وبيجي لها الطلبة من كل مكان في العالم عشان يتعلموا ويعرفوا حاجات جديدة. بس هيباتيا بتفضل هربانة هي والطلبة اللي كانوا عايشين في المكتبة زمان، وبتفضل تذاكر وبتتعلم حاجات جديدة عشان تشرحها لباقي الطلبة، لان دي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي هي بتعرف تعملها. المهم بقى ان الحاكم فلافيو بيفقد حياته، وبيكون امونيوس هو الحاكم الجديد، فبيروح للامير اوريس لان اتباعه اتخانقوا مع عصابة يهودية في المسرح. وقدام الامير اوريس بيتخانق زعيم اليهود مع الحاكم امونيوس، وبيقول ان اتباعه بيظلموا اليهود وبيطاردوهم في كل مكان. وعلى مركب في البحر بنشوف الامير اوريس وهو مع هيباتيا، ولسه بتشرح له حاجات كتيرة في الفيزياء والجاذبية، وبتقول انها مهتمة جدا بالعلم وانها مستعدة تضحي حياتها كلها وهي بتجرب نظريات جديدة. على عكسها بقى بيكون اوريس عايز يجرب الحياة حواليه وعاوز يزور مصر كلها، فبتقوم هيباتيا بدور المدرسة وبتوريه تجربة عن الجاذبية الأرضية، وبتكون عاوزة تثبت له ان الارض بتتحرك حوالين الشمس وان الارض كروية، وده لان المعتقد السائد وقتها ان الارض ثابتة وما بتتحركش. ولكن اوريس مش مهتم بالكلام دوت، وشايف ان في حاجات تانية في الحياة اهم من كده بكتير، زي مثلا انه يرجع يشوف الناس في اسكندرية ويقوم بمهمته كحاكم للمدينة، وده لان في حروب كتير جدا موجودة في المدينة. في الفترة دي بقى بتقوم فتنة بين الاقباط واليهود، وكل واحد منهم بيكون عاوز يثبت للتاني ان هو الصح، فبيكون الحاكم اوريس واقف في النص ما بينهم ومش قادر يتصرف لانه اصلا قبطي ولكن حبيبته يهودية، فبيرفض انه يخلص على اليهود في اسكندرية عشان يخلي باله من حبيبته وتفضل جنبه. المهم بقى في الكنيسة بيتكلم ديفيز مع اصحابه المسيحيين وبيتناقش معاهم ان الارض كروية، بس هما بيتريقوا عليه، فبيسألوا واحد منهم لو الارض كروية زي ما بيقول ليه الناس اللي تحت مش بتقع، بس ديفيز بيرفض انه يرد عليهم، وبيقول لهم ان المدرسة بتاعته هي اللي قالت كده، لانه عارف اصلا ان المدرسة بتاعته يهودية، وبالتالي ممكن يتضايقوا منه او يتريقوا عليه لانه مصدق كلامها. المهم بتكون هيباتيا في الوقت ده في بيتها مع المساعد بتاعها، وبتكمل التجارب بتاعتها عشان تحل النظرية الصعبة ديت، وبتكون متضايقة جدا لأن البحث بتاعها مش بيتقدم أبدا وإنها بتلف تقريبا في نفس الدايرة. فبينصحها المساعد بتاعها اللي بيكون اسمه اسباسيوس إنها لازم ترتاح شوية ويكملوا بقى في تاني يوم. بس قبل ما يخلص كلامه بيسمع مجموعة من اليهود وهم بيطلبوا المساعدة لأن في حريق موجود، فبيتجمع رهبان الكنيسة وبيروحوا عشان يطفوا الحريق دوت، وبيلموا معاهم جراد المية، فبيدخلوا للمبنى اللي قال عليه اليهود. هو بمجرد دخولهم بيكتشفوا اصلا ان دي كانت خدعه من اليهود، فبيقفل اليهود عليهم الباب وبيفضلوا يحدفوهم بالطوب، وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير جدا منهم، وبيفضل مجموعه قليله جدا من الرهبان هم اللي لسه عايشين، وبيكون منهم ديفيز اللي قدر انه يحمي نفسه. في تاني يوم بقى بيقول قائد الرهبان اللي بيكون اسمه سيرل ان اليهود خلاص اعلنوا الحرب وانه ناوي يخلص عليهم ويطردهم بره الاسكندريه، فبيجمع كل الرهبان حواليه وبيودعوا اصحابهم اللي فقدوا حياتهم امبارح، وبتتحول بعدها الاسكندريه لساحه حرب بين اليهود والأقباط، وبيكون سيرل عايز يغير خريطة الإسكندرية ويحولها لمدينة قبطية، فبيخلص على عدد كبير جدا من اليهود في الشوارع. وبتروح الفيلسوفة هيباتيا مع الحارس بتاعها لقصر الحاكم أوريس، وفي طريقها بتشوف ديفيز وبتكون عاوزة تتكلم معاه لأنه كان المساعد بتاعها زمان، لكنها بتكمل في طريقها، وما بتوصل لقصر الحاكم بتطلب منه انه يعتقل البابا سيريل، لكنه بيرفض وبيقول لها انه مش هيقدر يعمل كده لأن عدد المسيحيين كتير جدا هنا، وطبعا لو عمل كده هيستفزهم وهيخلصوا عليهم كلهم. فبيتجمع وقتها كبار الشخصيات بين الأقباط واليهود، وبيكونوا شايفين ان الحرب هي الحل الوحيد، على عكس بقى هيباتيا اللي بتقول ان كل حاجه ممكن تتحل بالتفاهم، وان الفلسفه قادره تغير عقليات شعوب كتير جدا، وممكن تساعدهم كمان يلاقوا طريقه يعيشوا كلهم سوا بامان. بس طبعا محدش بيقتنع بكلامها وبيفضلوا يتخانقوا معاها، بس بيدافع عنها الحاكم اوريس لانه بيحبها، فبيشوفوا باقي القاده وبيشكوا فيه كده انه على علاقه بيها، وده ما ينفعش اصلا لانها يهوديه وهو قبطي. في تاني يوم بقى بيروح سينيسيوس عشان يزور هيباتيا، وده المفروض كان في يوم من الايام تلميذ عندها، فبيعرفها ان دلوقتي بقى بابا في الكنيسه وان المسيحيين بيحترموه جدا، فبيفضل يتكلم معاها عن الابحاث بتاعتها، وبيفتكروا سوا ذكرياتهم في مكتبه الاسكندريه. وبتلاحظ ساعتها هيباتيا حاجه هتغير كل الاحداث الجاريه، لانها بتكتشف ان الارض مش كرويه لكنها على شكل بيضاوي، وده اللي بيخلي النهار يبقى قصير جدا في الشتاء وطويل في الصيف.
ساعتها بقى بيجي الحاكم اوريس وبيقابل صاحبه سنيسيوس، فبيعرض عليه سنيسيوس انه يعمل معاهده مع البابا سيريل، فبيوافق اوريس وبيروح سنيسيوس عشان يقابل البابا سيريل، فبيحكي له عن موضوع المعاهده اللي عايزين يعملوها مع الحاكم، فبيوافق سيريل بس بشرط ان الحاكم يجي بنفسه الكنيسه يوم الاحد، وده عشان يعمل المعاهده معاهم. وبيرفض سيريل وقتها انه يتكلم عن اليهود، وبيقول انه موافق بس بشرط السلام عشان ترجع الاسكندريه لسابق عهدها وتكون اجمل مدينه في مصر، المدينه اللي بيزورها كل الطلاب من العالم. في تاني يوم بقى بيكون الحاكم اوريس قاعد بيتكلم مع هيباتيا اللي بتكون متضايقه جدا انها ضيعت حياتها في العلم لدرجه انها نسيت تحب او تتحب، وعلى الرغم ان هي والحاكم معجبين ببعض جدا لكنها بترفض تدخل في اي علاقه غير لما تخلص البحث بتاعها الاول. المهم في يوم الحد بيروح الحاكم اوريس للكنيسه هو والمستشارين بتوعه، وبيقرا سيريل من الانجيل بتاعهم، فبيتريق على هيباتيا وبيقول انها مش كويسه، وان البنت دي عاوزه تدمر المدينه بتاعتهم، وكمان عايزه تبعد كل واحد منهم عن دينه، وانها بدات دلوقتي تتحكم في عقل الحاكم بتاعهم وبتخليه ياخد القرارات غصب عنه. بعدها بقى بيطلب من كل واحد من المستشارين انه يركع على الارض، وده عشان يثبتوا ولائهم للدين المسيحي. وما بيجي الدور على الحاكم اوريس بيرفض انه يركع، وبيقول ان سيريل طلب منه يقابله عشان يهينه مش اكتر، فبيمشي اوريس فورا من الكنيسه، والناس بتحدفه بالطوب بسبب انه رفض يركع على الارض. ساعتها بيتصاب اوريس في دماغه، وبتكون هيباتيا موجوده في المكتبه بتاعتها، فبتعرف ان الحاكم اتصاب وبتكون عاوزه تطمن عليه، بس الحارس بيمنعها وبيقول لها الحاكم امر انها ما تخرجش من المكتبه ابدا لان المجرمين مستنيينها بره وعاوزين يخلصوا عليها، وده بعد ما قال عنها سيريل انها ساحره شريره. فبتقتنع هيباتيا بكلامه وبترجع للمكتبه بتاعتها، وده عشان تكمل الابحاث مع المساعد بتاعها. المهم في قصر الحاكم اوريس بيتكلم مع صاحبه سنيسيوس، وبيعرفه انه بيحب هيباتيا وانه مستعد يعمل اي حاجه عشانها، وانه رفض يركع في الكنيسه لان سيريل كان هيأمر رجالته بعدها انهم يخلصوا عليه. ساعتها بينهار اوريس وهو بيحكي عن حبه لهيباتيا لانه متردد جدا ومش عارف يعمل ايه. وفي اخر اليوم بيكون ديفيز قاعد في الكنيسه مع الرهبان، فبيسمعهم بيتكلموا عن خطتهم عشان يخلصوا على هيباتيا، وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليها عشان يجبروا الحاكم انه يركع في الكنيسه وانه يحول مدينه الاسكندريه لمدينه مسيحيه بالكامل. فبيقلق ديفيز جدا على هيباتيا لان هو كمان بيحبها من زمان قبل ما يسيبها ويمشي، فبيكون عاوز يروح يحذرها عشان تهرب بسرعه قبل ما يخلصوا عليها قدام عينيه. في نفس اللحظه بقى بتكون هيباتيا مع المساعد بتاعها وبيفكروا في الشكل الحقيقي اللي بتدور فيه الارض حوالين الشمس، وبتوصل هيباتيا ان الارض بتلف حوالين الشمس في شكل بيضاوي، وبتكون فرحانه جدا انها اخيرا خلصت البحث بتاعها. في تاني يوم بقى بتروح تقابل الحاكم اوريس اللي بيطلب منها تدخل الدين المسيحي عشان تفضل جنبه، لكنها بترفض وبتقول انها مش عاوزه تكذب وانها مش هتدخل في اي دين غير لما تكون مقتنعه بالدين ده 100%. فبيحاول سنيسيوس يكلمها عن الدين لكنها برضه بترفض وبتسيبهم عشان ترجع المكتبه بتاعتها. ساعتها بيقرر ديفيز يروح لها عشان يحذرها ان الرهبان في طريقهم ليها دلوقتي عشان هيخلصوا عليها، فبيجري باقصى سرعته لحد ما بيوصل للمكتبه. ساعتها بيشوف هيباتيا لاول مره من سنين طويله، لكنه بيكتشف للاسف ان الرهبان سبقوه وانهم ماسكين هيباتيا دلوقتي عشان يخلصوا عليها، فبيفضلوا ماشيين بيها لحد ما بيدخلوها في قاعه كبيره جوه مكتبه الاسكندريه، وبيقرروا يخلصوا عليها عن طريق انهم يحدفوها بالطوب، وده عشان يتخلصوا منها ومن السحر بتاعها، بس لازم حد الاول يخلص عليها قبل ما يرموها بالطوب. فبيدخل ديفيز معاها وبيعتذر لها جدا عن كل حاجه وحشه شافتها في الحياه، وبيقول لها ان التاريخ هيفضل فاكرها، وبعد سنين كتيره كل المصريين هيكونوا عارفين مين هي الفيلسوفه هيباتيا. وبيقول كمان ان ممكن الشخص مننا يموت ولكن أعماله في الدنيا بتفضل عايشة من بعده، وإن أبحاث هيباتيا والعلم اللي عاشت طول السنين اللي فاتوا عشان تتعلمه أكيد هيفضل عايش، وهيكون في طلبة كتير جدا بعد كده بييجوا مكتبة الإسكندرية عشان يقروا الكتب بتاعتها. فبيودعها ديفيز لآخر مرة في حياته، وبعدها بيخنقها عشان يخلص عليها، وبيفتكر كل ذكرياته معاها وهو صغير، وبعدها بيأمر الرهبان إنهم يحدفوها بالطوب، فبيخلصوا على هيباتيا بطريقة بشعة جدا. وما بيعرف الحاكم أوريس باللي حصل بيهرب من المدينة وبيختفي للأبد بعد ما فقد حبيبته الوحيده هيباتيا، وبتتحول مدينه الاسكندريه لمدينه مسيحيه، وبيجي كل الطلبه من كل المناطق في مصر عشان يتعلموا في المكتبه، وبيكون البابا سيريل هو الحاكم الجديد للمدينه وبابا الكنيسه كمان. المهم في القرن ال17 اكتشف عالم فلك اسمه يوهانس ان الفيلسوفه هيباتيا كانت على حق، خصوصا لما قالت ان الارض بتلف حوالين الشمس وفي شكل بيضاوي، وقال انها عالمه عظيمه جدا هو ان للاسف العالم كله خسرها. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناة، وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو، خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامة.